بيبدأ الفيلم مع الضابط الهندي راكيش وقتها كان في بيته وسمع الأخبار في التلفزيون بتتكلم عنه، وكان ابنه قاعد بيتفرج، وكان بيتقال إن راكيش ضابط فاسد ومرتشي وكل ثروته من الفساد. وراكيش بيتضايق لما بيشوف ابنه بيسمع الأخبار دي، والأم بتيجي وبتمشي الولد وبتقفل التلفزيون وبتحاول تهدي جوزها وبتقول له كل شيء هيبقى بخير. وراكيش بيقول لها أنا رايح اسم الشرطة. ولما راكيش بيخش الاسم كان كل زمايله قاعدين بيتفرجوا على الأخبار، والناس في التلفزيون بتقول راكيش لازم يتعدم، لو في ضباط كتير زي راكيش يبقى البلد هتروح في داهية. وراكيش بيتضايق وبيخش مكتبه، والضباط بيستغربوا إنه رجع للاسم، وراكيش بيفتكر اللي حصل واللي خلى سمعته سيئة بالشكل ده. في يوم جاله فرد من عصابة اسمه شيفا، وكان بيعرض على راكيش رشوة كبيرة علشان راكيش يسيب العصابة تشوف شغلها، بس راكيش بيرفض وبيمسك شيفا من هدومه وبيقول له فلوس الدنيا كلها مش هتخليني أقبل بالفساد، روح لرئيسك وقول له قدامه أسبوع واحد ويسلم نفسه وإلا أنا هقبض عليه. وبعدها في نفس اليوم رجالة شيفا بيوقفوا راكيش وبيرموا الفلوس دي في عربيته، وشيفا بيطلع يقول للإعلام إن الضابط راكيش ضابط فاسد وبيطلب مني رشوة، وفي شخص تاني بيقول للإعلام إن راكيش اشترى مني الفيلا دي وهو كاتبها باسم واحد من قرايبه علشان الشرطة ما تشمش خبر. ورئيس راكيش في الشغل بيصدق اللي بيتقال، وراكيش بيفضل يقول لهم أنا ما عنديش فيلا والفلوس اللي لقيتوها في العربية دي مش بتاعتي، بس المأمور بيسكته وبيقول له أنت عار على الشرطة. والموضوع مش بيقف لحد هنا وبيطردوا راكيش من الشغل. وبنرجع للوقت الحالي، راكيش بيتصل بمراته ميكا وبيقول لها صدقيني يا ميكا أنا مش فاسد ولا عمري خنت الشرطة، ومش عارف هقدر اثبت براءتي في قد ايه، بس انا مش قادر اسيطر على نفسي وهتجنن، ومش عايزك انتي وابننا تتعذبوا نفسيا بسببي. ميكا قالت له احنا هنواجه كل حاجة سوا وانا مصدقة انك بريء. راكيش قال لها انا عايزك تفهمي ابننا اني كنت ضابط شرطة شريف. وفجأة راكيش بيطلع مسدسه بيقتل نفسه بالنار، وميكا بتصرخ بعد ما سمعت صوت ضرب النار، وبتوصل للقسم وبتشوف جثة جوزها وبتنهار من العياط عليه، وبتجمع كل الصحفيين وبتقول لهم راكيش كان ضابط شريف وكان عنده أمانة في شغله، وبسبب شخص تاني هو انتحر، والشخص ده يبقى رئيس العصابة اللي اسمه شكري. وبنتعرف بعدها على شكري، والصحفيين بيقولوا وبيسألوه ايه ردك على كلام ميكا. شكري قال لهم اي حد يقدر يقول اي حاجة في البلد دي، الست المسكينة دي بتتهمني بأي كلام علشان تنقذ سمعة جوزها، وبالنسبة للكلام اللي بيتقال ان شغل شمال فده مش صحيح، انا عندي شركة مقاولات وفندق صغير. وفي صحفي بيقول له ميكا بتقول انك ضغطت على راكيش علشان يقتل نفسه. راح شكري مطلع مسدس وبيقول للصحفي يلا اقتل نفسك، اكيد انت مش هتسمع كلامي صح علشان ميكا بتتهمني باي كلام ملوش معنى. ليه اصلا راكيش هيقتل نفسه علشان بضغط عليه؟ راكيش بس ضميره انبه فقتل نفسه. وفجأة ميكا بتتدخل وبتقول له انت لازم تتعاقب على اللي عملته، انت لازم تموت والعدالة هتتحقق. وبعدها بنتعرف على ضابط شرطة اسمه سنجهام يبقى ضابط شريف وكل اهل القرية بتحبه، وهو كان بيحب شغله جدا، ولما بيخش الاسم بيشوف جاره اللي اسمه سادة مقبوض عليه، فبيسأل ايه اللي حصل، وبيعرف من الضابط كلكار ان سادة استلف 40,000 من شخص اسمه شندر، وسادة اختفى لما كان لازم يرجع الفلوس، بس شندر ورجالته لقوا سادة وضربوه وودوه لاسم الشرطة. وشندر بيقول انا عايز ارفع قضية على سادة والمحكمة تتحفظ على بيته وتديني فلوسي. وسنجهام بيتكلم مع سادة وبيسأله ليه مش عايز ترجع الفلوس. سادة قال له انا صرفت كل الفلوس على فرح اختي، ولو شندر رفع عليا قضية ففرح اختي هيتلغي وانا معيش اي فلوس تانية اسددها. انا قلت له 3 شهور واسدد الفلوس، بس شندر ورجالته ضربوني. وسنجهام شاف اثار الضرب على وشه وبيقول لشندر انت طبقت القانون بنفسك. وابن شندر بيرد عليه وبيقول له كان لازم نضربه. راح سنجهام لف وضربه ووقع على الارض، وبيقول لشندر اللي مش بيحترم القانون انا بكسر عظمه. المحاكمة انتهت والحكم هيبقى في بيتي. وسنجهام بيرجع بيته هو وسادة وشندر، وبيقول لوالده انا عايز مفتاح
افتح الخزنة علشان ادي 40,000 روبيا لسادة، وبيحكي لوالده ان سادة عليه فلوس ولو ما دفعهاش فرح اخته هيتلري، ومش حاجة حلوة ان فرح واحدة من اهل القرية يتلري. وبيخش سنجهام يفتح الخزنة ووالده بيقول له ما فيش اي حد في القرية بيتقبض عليه ولا في قضية بتترفع، وده بسببك. سنجهام قال له علشان انا المسؤول عن قريتي، وكل متهم بيبقى صديق او قريب ويواجب علينا نساعد بعض. وبيدي الفلوس لسادة، وسادة بيقول له 3 شهور وهسدد لك الفلوس. سنجهام قال له معاك 4 شهور مش 3، والمرة الجاية لما تستلف فلوس رجعها في الوقت اللي انت اتفقت عليه. وبيوجه كلامه لشندر وبيقول له المرة الجاية لما تسلف لحد فلوس مش لازم تضربه وتهينه. وبيقول للكل هي دي طريقتي في الشغل، وبيسيبهم وبيمشي. وبنرجع لشيفا اللي كان بيكلم رجالته وهم كانوا بيقولوا له احنا بنراقب الولد اللي قلت لنا عليه. وشيفا بيقفل معاهم وبيتصل برجل اعمال كبير وبيقول له احنا هنخطف ابنك حالا، بس مش هنعمل كده لو اديتنا 10 مليون روبيا. ورجل الاعمال مش بياخد كلامه بجدية وبيقفل في وشه السكة، بس بيقلق على ابنه وبيقرر يرن عليه. ورجالة شيفا اللي بيردوا، فرجل الاعمال بيقلق وبيرجع يتصل بشيفا وبيقول له انا معيش دلوقتي غير 2 مليون ونص ينفعوا. شيفا قال له 2 مليون ونص ايه، هو احنا شحاتين؟ وشكري بياخد التليفون من شيفا وبيقول لرجل الاعمال انت بتساومني ولا ايه؟ انت لو بتقرا الجورنال هتعرف ان في ولد ابن رجل اعمال مات من 3 شهور وكان انا اللي قتلته علشان ابوه كان بخيل زيك، ده غير ناس كتير قتلتهم، فانا هسيبك تفكر الفلوس اهم ولا ابنك. وبيقفل في وشه السكه. وفعلا رجل الاعمال بيخاف وبيسلم لرجاله شكري الفلوس، ورجاله شيفا سابوا الولد ومشيوا. وبالليل بنرجع لقرية سنجهام، وسنجهام بيشوف أهل القرية كلهم بيجروا وبيقولوا عفريت. فسنجهام بيقول لكلكار اتصرف وشوف ايه موضوع العفريت ده. وكلكار بيدور في القرية، ولما بيشوف العفريت بيخاف. ولما العفريت بيظهر لسنجهام، سنجهام بيديله بالقلم وبيطلع إنها بنت جميلة، وسنجهام بيعجب بيها وبيقول لها أنا عارفك، مش انتي بنت جوتام؟ قالت له انا بس كنت بلعب انا واصحابي. سنجهام قال لها ده مش هزار، اهل القرية ماتوا من الخوف بسببك، تعالي معايا اوصلك لبيتك وما تعمليش كده تاني. وتاني يوم البنت كافيا كانت متعصبة من سنجهام علشان ضربها بالقلم، وبتقول انا عايزة اشوفه علشان انتقم منه واضربه. وصحابها بيقولوا لها يا علي سنجهام ده ضابط شرطة، بس كافيا كانت مصرة. وبتلاقي سنجهام في المعبد، ولما جت تضربه القلم جه في كلكار، فبتستناه يخرج علشان ترمي عليه طوبة، بس برضه بتيجي في كلكار. وسنجهام بيشوفها وبيطلب يتكلم معاها وبيقول لها انا كنت بفكر في اللي عملته طول الليل، ما كانش ينفع اضرب واحده بنت، لو نفسك تردي لي القلم فانا موافق. وكافيا كانت هتضربه بس سنجهام بيوقفها وبيقول لها ما ينفعش تضربيني قدام الناس، انا ظابط برضه والناس بتحترمني، تعالي نتفق على المكان والزمان وانا وحدي هنكون موجودين. وبيسيبها وبيمشي. وبين وقتها كافيا بتبدا تعجب بسنجهام وبتقول لاصحابها ده طلع لطيف جدا. وبنروح لميكا مرات راكيش اللي بتروح لرئيس الشرطه وبتطلب منه يفتح قضيه جوزها، وبتقول له انا جوزي راجل شريف ومات ظلم، المفروض الشرطه بتحقق العداله للناس لكنها مش عارفه تحقق العداله لضابط شرطه، ازاي الناس هتثق فيكم بعد كده؟ رئيس الشرطه قال لها انا هحاول اعمل اللي اقدر عليه بس في ادله كتير ضد جوزك. وبعدها كافيا كانت خارجه هي وجدها وواحد قريبها ورايحين السينما، وكافيا بتشوف ميزان وكانت عايزه توزن نفسها، بس الشباب البلطجيه دول بيضايقوا كافيا، ولما جدها بيتدخل الشاب البلطجي ده بيشتمه وبيستهزأ بيه، وصحابه بيضربوا قريب كافيا ومش بيهمهم حد، والبلطجي بيسرق الشال بتاع كافيا. فالجد بيروح لابو سنجهام وبيحكي له على اللي حصل، وسنجهام كان معدي وسمع الحكايه وبيشوف كافيا بتعيط، فبياخدها وراه على الموتوسيكل ورايح للسينما، وبيؤمر حراس الامن يمنعوا الناس من الخروج بعد ما السينما تخلص. وفعلا الحراس بينفذوا كلام سنجهام، وسنجهام بيقول لهم البنت دي في حد ضايقها، لو عندك الشجاعه اكشف عن نفسك. وفي واحد من الحضور بيقول انت تعبنا معاك ليه واحنا مالنا اصلا؟ سنجهام راح له وقال له لو مراتك او اختك في مشكله هتيجي للشرطه وهتطلب مني المساعده، هيبقى ايه احساسك لو قلت لك انا مالي؟ وبعدها البلطجي بيكشف عن نفسه وبيقول ضابط الشرطه مفكر نفسه شجاع علشان معاه مسدس واللبس اللي لابسه بيحميه، تعالى قاتلني من غيرهم لو عندك الشجاعه. وسنجهام مش بيتردد وبيطلع مسدسه وبيديه الكافيه وبيفلع لبس الشرطه، والبلطجي بيفتح السكينه وبيتقدم ناحيته، وسنجهام رايح عليه وبيمسكه وبيحاول يسيطر عليه، بس
بس البلطجي ضربه، فسنجهام بيديله بالرجل وبيطيره، وصحاب البلطجي كانوا هيتدخلوا بس سنجهام بيديهم اللي فيه النصيب وبيمسكهم وبيكسر عظمهم واحد ورا التاني، وبيمسك البلطجي وبيفضل يلطش فيه. وفجأة في مجموعة من البلطجية بيجروا ناحية سنجهام، وسنجهام بيخش عليهم بكل شجاعة وبينفضهم كلهم، وبيشوف البلطجي بيجري عليه، فسنجهام بينط في الهواء وبيديله واحد على دماغه وبيكمل ضرب في البلطجية ومش بيرحم حد، وشغال ضرب فيهم بإيده وبيطير فيهم يمين وشمال، وبيشوف البلطجي بيجري وبيهرب فبيجري وراه، وسنجهام كان أسرع منه وبيمسكه وبيرميه على الأرض وبيقفل على الحزام وبينزل في الأرض، والبلطجي كان بيطلب منه الرحمة وسنجهام بيكمل ضرب فيه وبيرجعه للسينما، وكافيا بتبقى فرحانة باللي سنجهام عمله، والبلطجي دخل جيب الشال بتاع كافيا واداه لسنجهام، وسنجهام بيلبسه الكافيا، وبعدها بتركب وراه وهي مبسوطة إن حقها رجع، وبعدها بتفضل تعدي قدام بيته علشان تبص عليه، وهي كانت كل شوية تجيله وتقول له في حاجة اتسرقت مني، وهي ما كانش في حاجة اتسرقت منها، هي بس كانت بتتلكك علشان تشوفه، وآخر حاجة بتقولها له أنا موبايلي اتسرق، وسنجهام ما كانش لسه فاهم إنها بتكذب عليه، وبيطلب منها تروح وهو هيرجع لها حاجتها اللي اتسرقت، وبيتصل على رقم كافيا، وناندو قريب كافيا اللي بيرد، وسنجهام بيتعرف عليه وبيروح لبيت ناندو، وناندو بيخاف لما بيشوفه وبيستخبى، وسنجهام بيلاقي كل حاجة كافيا اللي اتسرقت موجودة عنده فبيمسكه وبيضربه، وكافيا بتتدخل وبتوقف سنجهام وبتقول له أنا اللي خبيت حاجتي عند ناندو وكدبت عليك علشان أشوفك وعلشان بمنتهى البساطة أنا بحبك، وسنجهام وكل الناس بيتصدموا وبيقول لها أنت مش مكسوفة، وهي بتقول له هو في جريمة لما اعترف باللي في قلبي، وسنجهام كان واقف مصدوم وهو مش عارف يقول إيه، وكل الناس حواليهم بيطلبوا من سنجهام إنه يعترف بحبه، وهو بياخد بعضه وبيمشي وهو مرحوم، بس بعدين بيعترف بحبه وبيعيشوا سوا أحلى قصة حب. بس بعد كام يوم كافيا كانت مضطرة تلم شنطها علشان راجعة مع أبوها للمدينة، وسنجهام بيجي يودعها، وعلى الجانب الآخر بنشوف شكري وهو رايح لبيت رجل عجوز بعد ما شكري قتل ابنه في حادثة، والعجوز بيقول له أنا عارف إن أنت اللي قتلت ابني علشان الشاحنة اللي خبطته كانت بتاعتك، وشكري بيهدده وبيقول له انت هتسلمني البيت بتاعك والا عيالك الاتنين هيموتوا واحد ورا التاني، والعجوز بيخاف على عياله وبيضطر يمضي على تنازل البيت لشكري، وشكري وهو خارج بيوقفوا الظابط ده واللي كان ظابط فاسد وبيقبض رشاوي من شكري، وكان جاي يتكلم معاه بخصوص قضية قتل على شكري، وبيقول له انا جبت لك حكم بكفالة في القضية دي بس لازم تروح تمضي اوراق معينة بشكل متواصل لمدة 15 يوم في اسم شرطة في قرية اسمها شفقاد، واللي بيطلع انها القرية بتاعت سنجهام، بس شكري ما كانش عاوز يفضل يروح لاسم الشرطة ده كل يوم، فشيفا قال له ما تشيلش هم، اعرف واحد في القرية هناك اسمه ديلفي هيخلص لنا الموضوع ده، وفعلا رجالة ديلفي بيخلصوا الاوراق في اسم الشرطة وكانوا ماشيين، بس سنجهام بيشوفهم وبيطلب من كلكار ينادي عليهم علشان هي راجع بنفسه على الاوراق، ولما بيرجعوا سنجهام بيعرف منهم انهم بيخلصوا الورق لشكري علشان شكري مش عاوز يجي، فراح سنجهام ضاربهم بالقلم، وديلفي بيجي يتكلم مع سنجهام وسنجهام بيقول له شكري لازم يحضر بنفسه، فراح ديلفي مطلع رشوة لسنجهام وسنجهام بيديله شلوط بالكرسي وبيطيره، وبيقول له الساعة 2 لما تيجي الاقي شكري على مكتبي ومش عايز اسمع اي اعذار والا هاجي هقبض على شكري ده بنفسي. وفي المشهد اللي بعده شكري بيتحرك باسطول من العربيات ورايح على اسم الشرطة اللي في سنجهام، وشكري كان متعصب جدا من سنجهام وبيخش يزعق في كلكار وبيسأله فين الظابط اللي طلبني، كلكار قال له قدامه شوية وقت ويجي، وشكري بيفضل قاعد مستني سنجهام، وسنجهام بعد دقايق بيخش عليهم وبيقول لكلكار هو الاسم زحمة كده ليه؟ ده مجرم هيوقع على الورق وهيمشي، وشكري بيتعصب وبيقول له انت ما تعرفش انا مين؟ سنجهام قال له انت حتة مجرم وقاتل. شكري بيتعصب اكتر وبيزعق في سنجهام، وفجأة كل اهل القرية بيخشوا الاسم علشان يدافعوا عن سنجهام وبيقولوا له لو في حد مضايقك احنا هنقطعه حالا، وسنجهام بيقول لهم مفيش حاجة ده حتة مجرم عادي، وشكري بيقول له انت ازاي تكلمني كده؟ انا ممكن ارفدك من شغلك حالا واخليك عبرة لاي حد. واهل القرية بيسمعوا التهديد ده وبيبداوا يكسروا في عربيات شكري، وسنجهام بيخرج وبيأمرهم يتوقفوا، وهم بيقولوا له شكري ده مش هيخرج من هنا عايش، ومش بيتوقفوا وعاوزين يدافعوا عن سنجهام بأي شكل، وشيفا بيقول
بيقول لشكري اهدى علشان اهل القرية دول شكلهم مجانين. وسنجهام بيقول لشكري اديك انت شفت وسمعت، هي دي النتيجة لما تعلي صوتك. انت كنت مفكرني ضابط شرطة عادي وهخاف منك، دلوقتي انت اللي خايف مش انا، لو لمستني هيقطعوك حتت. وبعدها سنجهام بيؤمر كلكار بإحضار الملف، وسنجهام بيخلي شكري يبصم وبيقول له كل يوم هتيجي وهتوقع هنا زي الجبان لمدة 14 يوم. وشكري مش بيقدر يرد عليه، وبياخد رجالته وبيمشي، ومش بيركب عربيته وبياخدها مشي لحد ما بيقف في الطريق وبيقعد يفكر في اللي حصل. بينما ميكا مرات راكيش بتروح للوزير وبتطلب منه يفتح قضية راكيش، بس الوزير بيتريق عليها وبيقول لها دي قضية منتهية من زمان، شكل موت جوزك جابلك صدمة. وميكا بتتضايق وبتمشي. وبالليل سنجهام بيشوف أهله قاعدين متضايقين علشان بيطلع لسنجهام جاله جواب نقل، وبيطلع لسنجهام عارف بجواب النقل وكان متضايق إنه هيسيب أهل قريته، وبيتصل بكافيا وبيعرفها إنه اتنقل للمدينة وهي بتفرح جدا. وتاني يوم بيوصل سنجهام لاسم الشرطة وبيخش يقعد على مكتبه، وبعد دقايق بيخش عليه شكري ورجالته وبيقول له لو انت مفكر ان نقلك لهنا كان شيء عادي فانت غلطان، انا اللي خليتك تتنقل لهنا، انت دلوقتي في المدينة بتاعتي، كل الوزراء والضباط بياخدوا الاوامر مني انا. قبلك على المكتب ده كان في ضابط بيحاول يتحداني وفي الاخر قتل نفسه زي ما هيحصل لك بالظبط، انت هنتيني كتير وانا هنتقم منك، وهنتقم منك بالبطيء علشان اعذبك وهخليك تموت 1000 مرة. وبياخد رجالته وبيمشي. وبكده شكري يبقى دخل في تحدي مع سنجهام، وسنجهام بيقعد مع الضباط وبيعرف منهم مين هو شكري، وبيعرف منهم ان الشرطة مش ماسكة اي حاجة عليه. والضابط راكيش كان بيحاول يفضحه، وسنجهام بيتكلم مع ميكا وبيعرف منها بكل حاجة، وبيروح لرئيس الشرطة وبيقول له يا فندم راكيش بريء. رئيس الشرطة قال له مفيش دليل على كلامك، احنا هنا شغالين بالقانون وبالأدلة ومفيش اي دليل على شكري، وكل الأدلة ضد راكيش. وبالليل سنجهام كان في بيته الجديد وكافيا كانت معاه وكانت بتظبط له البيت، وفجأة في حد بيحدف طوبة على بيت سنجهام، وسنجهام بيخرج وراه لكن النور بيقطع عن المنطقة، فبيرجع لكافيا علشان يطمن عليها. وشكري بيتصل بيه وبيقول له اتعود على الظلام علشان هخلي حياتك كلها ظلام، وبيقفل في وشه السكة. وسنجهام طلب بيانات الرقم اللي اتصل عليه علشان يثبت ان شكري بيهدده، لكن بيطلع ان الخط اللي اتصل عليه كان مسروق. وسنجهام بيفهم ان شكري واخد كل احتياطاته. وعلى التلفزيون الوزير كان بيرشح شكري علشان يحل محله، وبيجي اتصال لسنجهام ان في جريمة قتل حصلت، وسنجهام بيروح على مسرح الجريمة بس بيطلع انه بلاغ كاذب وفي حد بيخدع سنجهام، وشكري بيرن عليه وبيستفزه. وبالليل سنجهام كان قاعد في بيته في الضلمة، ورجالة شكري لما كانوا بايين سنجهام بيحس بيهم وبيخرج يجري وراهم بالعصاية، لكن بتظهر شاحنة كبيرة علشان تدوس سنجهام، وسنجهام بيجري منها وبينقذ نفسه على آخر لحظة. وتاني يوم الوزير بيوصل وسنجهام بيفتح له الباب، لكن شكري بيخرج وراه وسنجهام بيتصدم لما بيشوفه. وشكري بيقول له ايدك دي مسكت ايدي قبل كده علشان ابصم، والنهارده الايد دي بتحييني، بكره هخليك تضرب على نفسك نار. وبيسيبه وبيمشي. وشيفا بيعدي وبيديله بالكتف، وشكري كان جاي علشان يكلم الناس في حملته الانتخابية. وبالليل سنجهام بيكلم كافيا وبيقول لها معلش انا مش قادر اشوفك علشان شغال ليل نهار، والوقت الفاضي فيه بيدوني قضايا حلها. وسنجهام بيسمع الضابط بيطلب يفتش العربية دي، بس اللي راكبين بيرفضوا وبيقولوا له احنا تبع شكري، يعني محدش هيقدر يفتشنا. وسنجهام بيتعصب وبيرمي الراجل ده من العربية وبياخد بقية الرجال على الاسم وعاوز يعمل لهم محضر، وبيخش عليه المأمور اللي بياخد رشاوي من شكري وبيقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، انت بتستغل سلطتك بشكل سيء وده مش مقبول، الرجالة دي هتمشي ومفيش محضر هيتعمل وانا رئيسك واوامري اللي هتمشي. وسنجهام مش بيقدر يعمل حاجة وبيروح للوزير وبيحكي له باللي بيحصل، لكن الوزير كان فاسد وشغال مع شكري وبيقول لسنجهام بلاش تلعب بالنار، ما تفكرش تتحدى شكري علشان ما يدمركش، ده ممكن يحطك في السجن لو عايز، داخله الشهري بس يعيشك انت وكل اهل قريتك لمدة سنة كاملة، الشرطة معاه والناس كمان معاه، فيلا خد بعضك وامشي. وسنجهام بيتصدم ان الوزير كمان فاسد وما كانش عارف يعمل ايه،
وبيقف مع كافيا وميكا وبيقول لهم أنا هستقيل وارجع اشتغل في قريتي أحسن علشان مش هقدر أفضل هنا واستحمل الفساد. وميكا بتقول له الأحسن ليك إنك تمشي علشان تتجنب التهديدات والعذاب اللي حصل لجوزي. كافيا بتقول طيب لما ترجع لقريتك هتقول لأهلك إيه؟ إنك اتهزمت ورجعت. أنا كنت معتقدة إن مفيش حاجة هتقف في طريقك. سنجهام قال لها أنا مش بهرب، أنا اتولدت وعشت مع ناس محترمة، لكن المدينة دي عبارة عن مستنقع حرفيا والفساد فيها مش بينتهي. وفجأة الإزازة دي بتتحدف جنبهم وكانت من رجالة شكري وبيحاولوا يستفزوه علشان يتخانق معاهم. وسنجهام بيلاقي ابن ميكا ماسك فيه وبيطلب منه ما يرجعش للقرية علشان محدش يضايق أمه. والولد بيصعب على سنجهام وبيروح يفلع العمود ده من مكانه، ورجالة شكري بتخاف وبتتحرك بالعربية، لكن سنجهام بيطلع يجري وبيعرف يلحقهم ما تسألنيش ازاي، وبيضرب الراجل ده بالعمود وبيحط العمود في طارة العربية وبيلفها، فالعربية بتعوم وبتتقلب وبتقع في المية. وسنجهام بيخش على رجالة شكري وبيديهم علقة محترمة، والراجل ده بيخاف وبيجري ما يعرفش ان سنجهام هيقدر يجيبه بكل سهولة، وبينط في الهواء بيديله قلم بيطيره وبيكمل ضرب في بقية الرجالة، وكلهم بيخافوا وبيترعبوا من سنجهام وبيزحف الراجلين دول على الأرض وبيرميهم كلهم جنب بعض وبيخلع الحزام وبينزل فيهم تلطيش. وشكري لما عرف باللي حصل كان هيتجنن، وشيفا بيهديه وبيقول له أنا هتصرف. وبعدها سنجهام كان لم العيال دول ووداهم على اسم الشرطة علشان يعمل لهم محضر، والظابط سيلفا بيضحك وبيقول لسنجهام مفيش فايدة من اللي انت بتعمله، انا وانت عارفين دول رجالة مين، انت نسيت اليوم اللي مشيت فيه رجالة شكري علشان المأمور امرك بكده؟ انا كنت زيك كده زمان وعايز اطبق العدالة، بس اللي زي شكري خلوني اقفل بقي تماما وبقيت لا ارى لا اسمع لا اتكلم. لو عايز تحارب المجرمين دول فمحدش هيساعدك، انا قدامي 6 شهور على التقاعد، اعتبرني هساعدك، وريني هتقدر تعمل ايه. وبعدها بيخش عليهم شيفا وبيقول له شكري متضايق منك جدا، واعذرني انا قعدت على الكرسي من غير ما استاذن منك، سيب رجالتي يمشوا احسن لك. سنجهام قال له انا كتبت المحضر خلاص. شيفا قال له قطعه احسن لك، وسنجهام بيفكر وللمفاجأة بيقطع المحضر فعلا وبيديه لشيفا، بس سنجهام بيقول له انت قطعت المحضر ليه؟ شيفا قال له ايه انا؟ سنجهام قال له انت لسه هترد؟ راح مديله بالرجل وموقعه وبينزل ضرب في الرجالة اللي جاية معاه. وشيفا بيقول له انت مش عارف انا مين؟ سنجهام قال له انت حتة عيل اتولد على الفساد والاجرام، ايه مكانتك وسط المجتمع؟ الواد اللي شغال بتاع شاي وقهوة احسن منك 1000 مرة علشان شغال بالحلال وبيكسب من عرق جبينه. وسنجهام بيقول كمان لو شيفا حط فلوس في عربية الضابط ركيش فاحنا هنحط ازاز الكحول في عربيته، وبيأمر الضباط يشيلوا جراكن الكحول دي ويحطوها في عربية شيفا، وبيأمرهم يعملوا قضية تهريب لشيفا، وكل وسائل الإعلام تيجي تغطي اللي بيحصل، وفعلا ده اللي بيتم، والخبر بينزل في الجورنال وإن سنجهام قبض على عصابة بتتاجر بالكحول. والمأمور بيخش يزعق في سنجهام وبيقول له انت مجنون، ازاي انت اللي تقطع المحضر وتتهم شيفا؟ انت مفكر نفسك صاحب الاسم؟ الضابط سيلفا بيتدخل وبيقول للمأمور شيفا هو اللي قطع المحضر، وكل الضباط بيشهدوا وبيقولوا ايوه شيفا اللي قطع المحضر، والمأمور مش بيهتم وبيأمر سنجهام انه يخرج شيفا واللي معاه، بس سنجهام بيرفض، فالمأمور بيتعصب وبيقول له أنا رئيسك وبأمرك تسمع الكلام. سنجهام بيعلي صوته وبيقول له أنا مش محتاج أوامر علشان أطبق القانون، واجبي أقبض على المجرمين وأحطهم في السجن، وهو ده اللي هعمله ومش هتراجع فيه. وسنجهام بيفضل يزعق فيه وبيكلمه بنبرة حادة وكل الناس بتتفرج، والمأمور ما كانش عارف يرد على سنجهام، وسنجهام بيقول اللي هيتدخل في شغلي هكسر رجله، مش هاممني لو رجعتيني لقريتي، انا اصلا عايز ارجع واخدم اهل قريتي، ومش عايز رئيسي في الشغل يبقى شخص فاسد وبيقبض من المجرم شكري. وسنجهام بيخش الرسم وبيروح بعدها لعند شكري وبيقول له انت مصدوم علشان شفتني؟ انت متعود تشوف الاسود في التلفزيون او في جنينة الحيوانات، لكن عمرك ما شفته بيتجول قدامك وبيضرب واحد من رجالته وبيطيره.
وشكري بيقول له انت مفكر ان ازاي ده هيحميك؟ انا اقدر افصلك من الشرطة في 10 دقايق. سنجحام قال له انا عايزك تفصلني علشان يتقال ان شكري خاف من ضابط شرطة وفصله، ويبقى حتة ضابط شرطة هزم شكري. احذر مني علشان لو الاسد اللي جوايا صحى هينقض على الفريسة. وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها شكري بيطلع في برنامجه الانتخابي قدام الناس وبيوعد الناس بحاجات كتير لو صوتوا له في الانتخابات. وبيظهر سنجحام من وسط الناس، وهنا شكري بيتلجلج، هو ما كانش عارف يتكلم. ولما سنجحام بيتقدم ناحيته بيخاف وبياخد بعضه وبيمشي. ولما كان رايح لعربيته لقى سنجحام مستنيه، وسنجحام بيبدأ يمارس عليه الألعاب والخدع وبيقول له عربيتك فيها متفجرات. وشكري بيترعب وبيفتش العربية وطلع ما فيهاش متفجرات، وفهم ان سنجحام بيخدعه. وسيلفا بيسأل سنجحام هنستفاد ايه لما نخوف شكري؟ سنجحام قال له لما يخاف هيبدأ يغلط، وساعتها هعرفه مين هو سنجحام. وبعدها سنجحام بيروح يزور كافيا واهلها في بيتهم، وفجأة شكري بيتصل بأبو كافيا اللي اسمه جوتيا. وشكري بيقول له بنتك التانية انا خطفتها، انا عايز فدية علشان ارجع لك بنتك، وتسيب الفلوس في موقف العربيات وما تجيبش سيرة لسنجحام وإلا هتخسر بنتك. وجوتيا بيتفاجئ إن سنجحام كان واقف قدامه وبيسأله إيه اللي حصل، وجوتيا مش بيرضى يقوله، لكن سنجحام بيحس إن في حاجة وبيلح عليه علشان يتكلم. وفعلا جوتيا بيتكلم وسنجحام بيقول له ما تقلقش بنتك هترجع لك. وبعدها جوتيا بيروح موقف العربيات وسنجحام كان موجود هناك ومتخفي، وبتحصل عملية التبادل. رجالة شكري بتاخد الفلوس والبنت بترجع لحضن أبوها، بس سنجحام بيطارد واحد من رجالة شكري وبينزل من عربيته وبيقف قدامه وبيضرب كاوتش العربية بتاعته بالنار. وسنجحام بيشده من العربية وهو في الهوا وبياخدوا على اسم الشرطة وبيفضلوا يستجوبوه علشان يطلعوا منه بأي معلومات، لكن المجرم مش بيتكلم. فسنجحام بيفكر في فكرة وإنه يسيب المجرم يمشي من الاسم ويرجع لشيفا، وبالطريقة دي سنجحام هيوصل لشيفا. وفعلا المجرم بيخرج من السجن وبيوصل لشيفا في المينا وقت ما شيفا كان بيسلم شحنة ممنوعات. وشيفا كان مستغرب انه خرج من السجن وبيتصل بشكري وبيقول له، لكنه بيتفاجئ ان سنجحام قدامه وكل ضباط الشرطة حواليه. وسنجحام بياخد منه التليفون بيكلم شكري وبيقول له زي ما هقبض على شيفا متلبس دلوقتي هقبض عليك متلبس انت كمان، فخلي بالك مني علشان بضيق الحبل حوالين رقبتك. وبيقفل في وشه السكة. وسنجحام وكل الضباط بيجتمعوا مع الوزير، والوزير بيقول لهم برافو عليكم يا رجالة، لوحدكم ومن غير اي مساعدة ظبطتوا شيفا ورجالته وهم بيهربوا بضاعة. وبيوجه كلامه لسنجحام وبيقول له انت بالذات بقيت مشهور والكل عارفك، انا بفكر ارقيك واخليك تدرب الضباط الجداد لانك شغال بكفاءة. بس سنجحام كان فاهم ألعابه وبيقول له انت بتحاول تبعدني عن شكري. الوزير قال له انت بتقارن نفسك بشكري، انت نملة بالنسبة لشكري، انا قلت لك 100 مرة انت ما عندكش اي دليل ضد شكري ومع ذلك انت حاطه في دماغك، قول لي انت عايز تعمل ايه. وسنجحام بيسكت شوية وبينزل على وش الوزير بالقلم، والوزير مش بيلحق يرد وسنجحام بينزل عليه بالقلم التاني والتالت وهو بيقول له انت بتتجرأ وبتضرب الوزير. سنجحام قال له انا ضربتك؟ ما حصلش، ايه الادله اللي عندك؟ الوزير قال له كل الضباط دول شاهدين. ايه الضباط قالوا له لا احنا ما شفناش حد بيضربك، سنجحام ما لمسكش اصلا. والوزير بيتصدم من كلامهم وبيقول لسنجحام انا هوريك وهوريكوا كلكم هعمل فيكوا ايه. راح سنجحام وكل الضباط ماسكينه وضاربينه على التوتة، وبعد ما روقوا الوزير بياخدوا بعضهم وبيمشوا. وتاني يوم سنجحام بيوصل للقسم وبيلاقي ناس كتير متجمعة وبيعرف ان شكري فاز في الانتخابات وخلاص هيصبح الوزير. ولما بيخش بيلاقي شكري جوه، وشكري بيديله جواب نقله وبيقول له انت من بكره هترجع لقريتك. وشكري بيهدده وبيقول له خلي بالك من السكه علشان بيحصل حوادث كتير على الطريق، لو انت عامل فيها اسد فانا الصياد. وبيسيبه وبيمشي. وسنجحام من غضبه بيطلع شيفا من الحبس وبيقلع الحزام وبينزل فيه ضرب وفين يوجعك. وشيفا بيستفزه وبيقول له مش حاسس بحاجة، اكيد انت اللي حاسس بالألم علشان شكري بكرة هيصبح الوزير ومش هتقدر تعمل له حاجة علشان كل ضباط الشرطة ملهمش اي مكانة وهيبقى اخرك تديله التحية غصب عنك. وسنجحام بيغضب اكتر وبيكمل عليه. وبعدها سنجحام بيروح لرئيس الشرطة وبيقول له ليه واحد مجرم زي شيفا يقول لي ان ضباط الشرطة ما عندهمش مكانة، وليه واحد زي شكري يديني في ايدي جواب نقلي
وما اقدرش اعمل معاه حاجة، والمأمور بيتدخل وبيأمر سنجهام يسكت، لكن رئيس الشرطة بيطلب من سنجهام يكمل كلامه، وسنجهام بيقول الطاقية بتاعتنا عليها شعار الأسد علشان المفروض احنا اللي بنحمي الناس. بص في عين ابن ركيش وقول له أبوك كان فاسد، وانت بص في عين مراتك وقول لها ان شكري رجل شريف، وانت بص في عين ولادك وقول لهم ان كلامي غلط. وبيقول لمرات المأمور بص في عين جوزك وقولي لي انه على حق، ومحدش في الناس دول بيتكلم وبينزلوا راسهم في الارض علشان سنجهام عنده حق. وبيوجه كلامه لرئيس الشرطة وبيقول له في ضباط كتير عايزة تمحي الفساد بس مش عارفة، انا فاضل لي 11 ساعة على نقلي وهحارب شكري لوحدي، وانتوا كلكم هتقفوا هنا وهتغمضوا عينيكوا على الحقيقة، لكن على الاقل لما ارجع لقريتي هقول لابويا انا قتلت بشرف ولوحدي. وبيسيبهم وبيمشي ومحدش بيرد عليه علشان كلام سنجهام صح. وسنجهام بيقعد مع كافيا وبيقول لها احنا لازم نسيب بعض علشان بعد اللي هعمله الشرطة نفسها ممكن تقتلني. وكافيا بتقول له مستحيل اسيبك. وفجأة بيخش عليهم 3 ضباط وبيقولوا لسنجهام احنا معاك، وبعد ثواني بيوصل عدد كبير من عربيات الشرطة وبيخرج منها ضباط كتير، ورئيس الشرطة كان معاهم. وبيقول لسنجهام انا بصيت في عين ابن ركيش وادركت ان ركيش كان على حق وشكري كان على باطل، انا قررت احقق العداله لركيش، وبقسم لك شكري بكره مش هيقول القسم ومش هيبقى الوزير. وسنجهام بيتشجع بعد ما شاف كل الضباط دول معاه وبيهجم على حراس بيت شكري، والمأمور بيصحي شكري من نومه وبيقول له الحق سنجهام عاوز يقتلك، وشكري بيقول له خليه يجي لي وانا اللي هقتله. المأمور قال له ما ينفعش تعمل اي جريمة قبل ما تقول القسم بكرة، تعال معايا وهوديك لمكان امن. وبمجرد ما بيخرجوا شكري بيشوف ضباط كتير قدامه وهو بيظن ان الضباط دول جايين يحموه من سنجهام، وبيقول لهم خلوا سنجهام يجي علشان يتقطع حتت. والمأمور بينادي على سنجهام وبيطلع ان المأمور ضميره صحي وباع شكري، وشكري لما بيشوفه بيتصدم وبيزعق فيهم وبيقول محدش هيقدر يعمل معايا حاجة علشان انا الوزير. والضباط بيردوا عليه وبيقولوا له لسه بكره هتبقى الوزير، احنا لازم نخلص عليك النهارده. سنجهام بيقول احنا نقتله ونقول انه انتحر، وفي اللي بيقول احنا نقطع شريان ايده، وفي اللي بيقول احنا نشنقه ونعلقه في المروحة. سنجهام قال لا المروحة مش هتستحمل وهتقع. وفي اللي بيقول احنا نرميه من الدور العاشر مرتين. وشكري بيتجنن وبيطلب من رئيس الشرطة يعمل حاجة. رئيس الشرطة قال له انا جاي اتفرج على اللي هيحصل فيك. وشكري بيعمل فيها مسكين وبيعيط وبيتسحب وبيقف بعيد لحد ما بيطلع مسدس وبيرفعه عليهم وبياخد بعضه وبيهرب. لكن عربيات الشرطة بتطارده لكنه بيهرب منهم وبيخش كابينة التليفون وبيتصل بالشرطة وبيطلب منهم المساعدة. والضابط بيسأله مكانك فين؟ وشكري بيقول له على مكانه. راح الضابط مبلغ سنجهام بمكان شكري، وشكري بيطلع يجري على طول بس مش بيعرف يجري كتير. وسنجهام وعربيات الشرطة بتحاوطه من كل اتجاه، وسنجهام بينط عليه وبيديله بالقلم وبياخده على اسم الشرطة. وسنجهام بيفتكر لما شكري هدده انه هيخليه يقتل نفسه، وسنجهام بيطلع مسدسه وبيقتل شكري وبيطلعوا شيفا من الحبس. وسنجهام بيأمره يشهد ضد شكري وإلا هيقتله. وشيفا بيسمع كلام سنجهام، وبعدها رئيس الشرطة بيطلع يقول إن شيفا اعترف وقال إنه كان المساعد بتاع شكري وكانوا بينفذوا أعمال إجرامية كتير في المدينة، والوزير كان شغال معاهم. وقال كمان إن شكري المسؤول عن مقتل الضابط ركيش، ولما رحنا نقبض على شكري اتحرج إنه يتقبض عليه وقتل نفسه قدامنا، وبالتالي الضابط ركيش ما كانش مذنب وهنطلب من المحكمة تعلن براءته لأنه كان ضابط نزيه. وبعدها سنجهام والضباط بيمشوا من المكان، وابن ميكا بيبص لسنجهام وبيفرح، وميكا بتشكره جدا على اللي عمله وفرحانة علشان حق جوزها رجع. وسنجهام والضباط بيدوا التحية. وهنا نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من أفلام سنجهام. ما تنسوش تدوسوا لايك وباي باي.